ايه علوم اساسيه محتاج اتعلمها لو انا لسه مش عارف هبدا في ايه لحد مش دارس تجاره او بزنس؟ تمام. بص، في شويه حاجات كده اساسيه هقول لك عليها، وهسيب لك شويه مصادر كده بسيطه تحت في الكومنتس، وفي حاجه لو عملتها هتروح في حته تانية خالص. خلينا في الاساسيات. اهم حاجه تدرس ايكونومكس، من غيرها انت مش عارف السوق رايح فين وجاي منين. يعني تتعلم العرض والطلب، التضخم والفايده، تكلفه الفرصه البديله opportunity cost. من الاخر، ليه في شركات بتكسب وشركات بتخسر في نفس السوق. تاني حاجه المحاسبه او الاكاونتنج، دي لغه الفلوس. لو مش فاهم الارقام هيبقى انت كده عندك مشكله، ان انت ماشي بالعاطفه او بالاحساس. لازم تتعلم قائمه الدخل profit and loss او البي اند ال. لازم تتعلم يعني ايه ميزانيه وتحسبها ازاي، اللي هي البالانس شيت. وطبعا الكينج بتاعهم كلهم التدفقات النقديه او الكاش فلو، وخد بالك ده واحد من اهم الاسباب اللي الشركات كتيره فشلت بسببه. بعد كده بقى التمويل، الطريقه اللي انت بتتخذ بيها القرار، اللي هي الفاينانس. لازم تتعلم العائد على الاستثمار او الار او اي، وبعد ما تفهمه هتدخل في الليفل اللي بعده الام بي في والاي ار ار. وبعد كده هتتعلم اداره السيوله، برضه هسيب لك شويه مصادر. بعد كده تتعلم ماركتنج او تسويق، ومن هنا انت بتتعلم ازاي تفهم العميل، مش ازاي تعمل اعلان على جوجل او على السوشيال ميديا. تتعلم سيجمنتيشن، تتعلم فاليو بروبوزيشن، وهكذا. دي الاساسيات اللي لازم تبقى عارفها. ايه بقى الحاجه اللي لو انت عرفتها هتروح في حته تانية؟ بروبلم سولفنج او حل المشاكل. قد يبدو انها حاجه بسيطه، يعني ما احنا بنحل مشاكل كل يوم، الا ان في منهجيات للمؤسسات بتتبعها علشان تعرف تحل المشاكل بتاعتها بطريقه تخدم كل الحاجات اللي انا قلت لك عليها في الاول. طب نتعلمها فين بقى دي؟ في كورس من شركه ماكنزي. ماكنزي دي واحده من اكبر الشركات الاستشاريه في العالم، اسمه ماكنزي فورورد. مشكله الكورس ده ان مدته طويله 6 شهور، في نفس الوقت محتاج طبعا لغه انجليزيه كويسه. ولكن هذا الكورس غالي جدا، علشان كده في منحه بتتعمل كل فتره لماكنزي فورورد. فلو انت من سعداء الحظ اللي اختاروك في المنحه دي، هتطلع من البروجرام ده دماغ تانية خالص.